من حكاوي جدتي المرعبة قصة دبدوب مسكون بالجن شوه بنت بالزيت لمجرد انها كشفته. القصة بتبدأ لما اتجوزت بنت من شاب، وبعد ما عدى اسبوع عسل الشاب طبيعي كان بينزل شغله ويسيب مراته لوحدها ساعات طويلة في شقتها، ومراته كانت بتشتكي من الوحدة اللي هي فيه، فقرر الشاب ده ان يشتري لها دبدوب لعبة، الدبدوب اللي هو الكبير يهون عليها قعدتها لوحدها. دخل بالدبدوب عليها البيت والبنت كانت فرحانة بيه جدا، من الرغم ان كان شكله كبير وضخم لكن البنت حبته جدا. انتوا عارفين طبعا البنات بتحب الدباديب وكده. لكن بعد دخول الدبدوب ده البيت بدأ يحصل معاها حاجات غريبة جدا. البنت دي كانت بتنزل كل يوم تشتري التزامات بيتها من السوق، ولما كانت بترجع كانت بتتفاجئ ان البيت متروق بشكل جميل جدا. البنت استغربت جدا وما كانتش عارفه اللي بيحصل ده بيحصل ازاي انزل وارجع الاقي البيت متوضب وانا اصلا عايشه لوحدي. بس قالت في بالها قشطه، انا عايزه ايه اكتر من كده. البنت دي استمرت على الحال ده فتره، وفي يوم من الايام البنت دي نزلت كالعاده السوق، لكن المره دي رجعت قبل الميعاد اللي هي كل يوم بترجع فيه. البنت اول ما دخلت البيت اتفاجئت بصوت جاي من المطبخ، ولما راحت المطبخ تشوف ايه اللي بيحصل اتصدمت لما لقت الدبدوب واقف وفي ايده طاسه الزيت. البنت من الصدمه صرخت وما بقتش عارفه تعمل ايه، ولما الدبدوب حس بيها رمى طاسه الزيت في وشها وشوهها واختفى من المكان في لمح البصر وما ظهرش مره تانيه.